السلام عليكم. الترويج والتوزيع هم عنصرين مهمين جدا وأساسيين في عناصر المزيج التسويقي. بس يا ترى هل الترويج والتوزيع حاجتين منفصلين ولا هم حاجة واحدة ولا حاجتين منفصلين ليهم علاقة ببعض ولا ايه قصتهم بالظبط؟ خلينا نتفق في الأول إن الترويج ده هو ببساطة أي طريقة تواصل أو أي تواصل أنت بتعمله مع عميلك عشان تشجعه على الشراء. والتوزيع ده هو الحاجة اللي بتضمن للعميل إن هو يحصل على المنتج بتاعك فعليا. طيب، وإيه علاقتهم ببعض؟ عشان نفهم علاقتهم ببعض خليني أديلك مثال. تخيل مثلا إنه منتج معين أنت بقيت فجأة كده كل ما بتمشي في الشارع تلاقيه في كل حتة، تلاقيه في كل كشك، في كل محل، في كل بقالة. هو ده مش نوع من أنواع التوزيع؟ دي استراتيجية توزيع اسمها التوزيع المكثف، بتقول ان احنا هننزل في كل مكان وننتشر في كل حتة. طب هو استراتيجية التوزيع دي مش وصلت لك رسالة ترويجية معينة عن المنتج، ان ده منتج منتشر ومشهور ومعروف وعليه طلب كبير؟ فاذا هنا استراتيجية التوزيع وصلت لك هدف ترويجي معين. طيب خد مثال تاني، العكس بقى. منتج انت مثلا جيت شفت اعلان ليه في التلفزيون، فجيت تسأل عنه قالوا لك لا ده مش هتلاقيه هنا خالص، ده انت لازم تروح اخر الدنيا في المكان الفلاني ده في منطقة راقية وفخمة، مش هتلاقي غير منفذ توزيع واحد هناك بس هو اللي فيه المنتج ده. فرحت لقيت نفسك بعد ما قطعت المسافات دخلت على مكان شيك جدا وراقي وفيه ديكورات رهيبة وبتاع، وقالوا لك ده المنتج ده مش موجود عند اي حد تاني غيرنا. هو ده ترويج ولا توزيع؟ ده الاتنين. دي استراتيجية توزيع اسمها توزيع انتقائي. انا مش هحط المنتج بتاعي في كل حتة، ده انا هخليه معزز كده في مكان معين وانت عشان تلاقيه لازم تتعب. دي استراتيجية توزيع. طب مش وصلت لك رسالة ترويجية معينة بتقول ان المنتج بتاعنا ده منتج مميز، منتج مش لأي حد؟ ده كده التوزيع وصل لك رسالة ترويجية. طب مثال ثالث، تخيل ان مثلا شركة شحن طلعت وقالت يا جماعة انت تقدر تطلب اي حاجة من اي حد في اطار المدينة بتاعتك، في اطار القاهرة مثلا، وتوصل لك خلال ساعتين. هو مش دي استراتيجية توزيع؟ طبعا استراتيجية توزيع. بتقول ان احنا لازم يكون عندنا شبكة شحن قوية تربط الناس ببعضها وتوصل الحاجة في وقت سريع والكلام ده. طب هو ده مش عنصر ترويجي؟ بالتأكيد عنصر ترويجي. دي ممكن تبقى الميزة التسويقية والترويجية الأساسية للمشروع، دي الحاجة اللي ممكن يقوم عليها المشروع كله، إن إحنا بنوصل الحاجة بسرعة. دي استراتيجية توزيع أهي، بس كانت هي عنصر القوة الأساسي في الترويج. فاللي أنا عايز أقوله لك من ده كله إنه أحيانا كتير التوزيع اللي هو عنصر من عناصر المزيج التسويقي بيوصل رسائل ترويجية تخدم عنصر تاني من عناصر المزيج التسويقي وهو الترويج. وده يوصل لنا في الآخر إن عملية التسويق وإدارة الأعمال هي حاجة مش متجمدة، مش حاجة جافة، دي حاجة فيها مرونة كبيرة ومحتاجة فهم واستيعاب ونظرة شاملة عشان نعرف نستغلها بالطريقة الصحيحة. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق وإدارة الأعمال اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. السلام عليكم.